عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي افضل الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اسماء على قناه ريتال شانيل مع فيديو جديد ووصفه جديده. والوصفه ديال اليوم كيف ما شفتوا غادي تكون وصفه التي عملت ضجه في المغرب واللي خطفت قلوب ملايين المغاربه بلذتها التي لا تقاوم وبمكونين فقط، يعني جد اقتصاديه وسهله وسريعه التحضير وتتجي رائعه 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 جدا. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، حيت الصراحه تستحق التجربه. فما نطولش عليكم ونخليكم مع لا فيديو البنات. كمرحله اولى حبيبتي خديت لنا 2 حبات ديال البطاطس، نقيتهم قطعتهم رقاق على شكل دوائر، وخديت 500 غرام ديال اللادند قطعتها على شكل طولي. فانا هنا غادي ناخذ البطاطس ديالي وغادي نستفهم في كاسرونه كيف ما لاحظتوا على هذا الشكل هذا، يعني عادي جدا. من بعد غادي نضيف لهم الماء، انا عندي هنا الماء مع شويه ديال الملحه، وغادي نديرهم يطيبوا فوق من البوطه يتسلقوا يعني. والبنات ردوا البال ما تخليوش بطاطا يعني حتى طيب بزاف، لا خليو يعني جهد ما غادي تهزوها وتهز ليكم طيب، ولكن ما تختخش. يعني فاش نبغيو نهزوها باش نصفيوها تهز لينا. فانا هنا غادي ندوز البنات وغادي نصوطي لاداند مع شويه المليحه وشويه ديال السكينجبير خرقوم وليبزار. فخديت انا هنا مقيله درت فيها الزيت وضفت ليها لاداند والعطريه ديالي، مليحه سكينجبير بصيره خرقوم، وغادي نخلط يعني غادي نقليهم مزيان مع بعضياتهم ومع هاد التوابل حتى يتجانسوا ليا مع بعضهم مزيان. يعني لادند حتى وكان نحس به طاب، يعني بدا يتحمر، تيبان ليا انه بدا يتحمر مع الجناب عاد وكان طفي عليه. انا هنا البطاطا باقا ما طابتش حيت ناقصه ليها البوطه بزاف. هنا لادند بدا يشد طياب شويه، فانا هنا خديت الطويجنات ديالي دهنتهم بالزبيده، وغادي ناخذ بطاطا وغادي نستفها في الطويجنات. وهذا لادند من بعد ما وجدت شوف كيف ما لاحظتوا البنات، يعني راه تجمع بزاف. وهنا درت الصوص بشاميل هي اللي ما حضرتهاش معكم حيت راني سبق ليا وحضرتها معكم، والطريقه خلاص راه كاع الاخوات وكاع البنات ما شاء الله تعرفوها. فكيف ما سبق وذكرت دزت هنا خديت الطويجنات دهنتهم بزبيده وبديت تنست فيهم البطاطس ديالي، وغادي نحط واحد الكميه ديال اللادند على هذا الشكل بحال هكا. وندير البيشاميل وغادي ندير واحد الكميه ديال الفرماج الجبن الاحمر، يعني كميه لا باس بها. من بعد غادي نعاود نستف البطاطس، يعني الفيديو راه شارح راسو براسو. وغادي نزيد البشاميل، يمكن لكم تزيدوا يعني طبقه اخرى ديال لادند، فانا هنا اكتفيت فقط بالبشاميل. الفرماج
هنا حبيباتي من بعد غادي ندخلهم مباشره للفران على درجه حراره 200. فكل شيء طيب معايا كيف ما لاحظتوا، فقط غادي ندخلهم باش الفرماج يذوب وياخذ ليا اللون الذهبي. حبيباتي من بعد ما خرجت الاطباق ديالي من الفرن صراحه جاو هائلين ومذاق غزال. تنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وإلا جربتوهم ما تنساوش تخليوهم ليا في لي كومونتير. فتنشكركم على التتبع ديالكم، وتنشكر كل وحده دخلات وتفرجت في لي فيديو ديالي، وكل وحده خدات من وقتها وخلات لي تعليق زوين. شكرا لكم حبيباتي، شكرا لكم بزاف. الا كنتو جداد في القناه فما تنساوش الضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. فاستودعكم الله، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.